اهلا بيكم في فيديو جديد في سلسله بنتكلم فيها عن ازاي نعمل شات بوت بالذكاء الاصطناعي. مش بس كده، ده احنا كمان هنربطه بالموقع بتاعنا عشان يرد على كل اسئله العملاء بعد ما ندربه على المحتوى الخاص بينا. كمان هنقدر نربطه بالفيسبوك ماسنجر او الواتساب بيزنس عشان يرد بدلنا على كل اسئله العملاء بتوعنا في لحظتها. انا معاكم هاني جرجس، ودي قناه اي اي بالعربي. في الفيديو اللي فات اتكلمنا عن فلو وايز وعرفنا ازاي بتعمله سيت اب من خلال امرين سهلين عشان تسطبه لوكالي. لو ما شفتش الفيديو ده اتمنى ترجع تتفرج عليه وتيجي تكمل معانا عشان تقدر تتابع معانا. وعرفنا ازاي المرة اللي فاتت بنسطبه لوكالي من خلال الريبو بتاعتهم على جيت هاب، من خلال الثلاث اوامر دول. اول امر هنا هو بعد ما نسطب النود جي اس، اول امر هنا هو، تاني امر هنا هو، وبعدين بنخش على اللوكال هوست بتاعنا. النهارده هنتكلم بقى ازاي نعمل سيت اب للفلو وايز على الكلاود عشان نقدر نستخدمه. عشان كده برشح لكم منصة اسمها الاستيو. الاستيو هو عبارة عن هوستنج بلاتفورم، بس الميزة اللي فيها ان هي بتوفر لك اغلب الريبوز اللي موجودة على جيت هاب جاهزة ومينتيند. فانت كل اللي بتعمله هو ان انت بتفتح الاستيو من هنا، وبعدين بتعمل فري ترايل. وبالنسبة لي انا هعمل لوج ان عشان اخش على طول على الاستيو. بمجرد ما هتخش على الاستيو هتخش على كرييت نيو سيرفيس، وبعدين هتكتب في السيرش ان هو فلو وايز، وبعدين هتعمل سيلكت وتنزل تحت تقول نيكست، وهتكمل معاه وهيقول لك التكلفة بتاعته كلام فارغ في الساعة. فهتقول له كرييت سيرفيس. بالنسبة لي أنا اوريدي عندي السيرفيس ديت موجودة، هفتح معاكم السيرفيس دي بشكل مباشر. بعد ما السيرفيس بتعمل لها ديبلويمنت على الاستيو، كل اللي هتعمله ان انت هتفتح ديسبلاي ادمن يو اي، وهيفتح معاك اللينك بتاع الاستيو اللي عمله لك عشان خاطر تستخدم فلورايز على الكلاود، ومعاه يوزر نيم وباسورد. هتدوس بس على اللينك بتاع الكلاود هوستد فلورايز فيرجن، وهيفتح معاك الفلورايز بشكل مباشر، وهيطلب منك اليوزر نيم والباسورد. هتاخد اليوزر نيم كوبي وهتاخد الباسورد كوبي وتدخلهم. بالنسبه لي انا عشان انا دخلت قبل كده فما طلبش مني اليوزر نيم والباسورد. مجرد ما تخش مش هتلاقي اي حاجه من شات فلوس ديت، هتلاقيها فاضيه. كل اللي هتعمله ان انت هتعمل اد نيو فلو، ومجرد ما بتخش على اد نيو فلو بتفتح لك الجراف دوت اللي منه هنقدر نحط نودز جنب بعض ونوصلها ببعض، وبعد كده نطلع بالاي اي تول بتاعنا هنا هو جاهز متكامل. خليني الاول اخدك في جولة سريعة كده هوت على ايه اللي موجود في فلو وايز. دي الشاشة الرئيسية بتاعتهم. عندك الشات فلوز اللي هتعملها بايدك هتلاقيها هنا هوت. عندك الايجنت فلو، وده نوع مختلف من الشات فلوز بس بيعتمد على ايجنت هو اللي بيقوم بالشغل كله. وده الماركت بليس بتاعهم، ودي عبارة عن تمبلتس جاهزة فيها كل الشات فلوز اللي ممكن تخطر على بالك. فيها كمية كبيرة من الشات فلوز تقدر تستخدم وتتعلم منها كمان تفاصيل كتير قوي. ممكن تعمل كمان فلتر بالايجنت، وهتلاقي هنا هو ويب براوزر ايجنت. ممكن تعمل بيزك وهتلاقي ترانسليتور ايجنت. تمبلتس جاهزة ممكن تبتدي تشتغل بيها على طول بدل ما تتعب نفسك بان انت بتكريت من الزيرو. شات بوتس هتلاقي شات بوتس مختلفة، حتى الكاستمر سبورت، دوكيمنت كويستشن اند انسر، انجينيرنج، اكستراكشن، فاينانس اند اكاونتنج، حاجات كلها تمبلتس جاهزة ممكن تبتدي تشتغل بيها على طول. انا لو هبتدي مثلا بحاجة بسيطة معاكم. خلينا الاول نبتدي نعمل واحد من الزيرو، وبالنسبة لك هيبقى سهل ان انت تخش تعمل التمبلت من هنا، تستخدم قصدي التمبلت من هنا. فهنخش على اد نيو، واول حاجة هنعملها هنخش على النودز بتاعتنا. دي كل النودز المتاحة عندك. بتبتدي بحاجتين، اما ان انت بتبتدي بايجنت يا اما بتبتدي بتشين. انا برشح ان انت تبتدي بتشين لان التشين سهلة وبسيطة، ممكن ان احنا نشتغل بيها على طول. انا هبتدي بكونفرزيشنال تشين، هاخدها معايا. واي تشين بتفتحها، اي نود بتفتحها بيقول لك ايه الانبوت والاوتبوت اللي ممكن تحصل عليه من خلال النود ديت. هنا هو محتاج شات موديل ومحتاج memory as an input، وبيخرج لك conversation chain. هنتكلم عن التفاصيل دي كلها بعدين، بس خلينا الاول ندخله الشات موديل والميموري ونشوف قد ايه سهل ان انت تعمل شات فلو
باستخدام فلووايز. هنفتح على الشات موديلز عشان خاطر نضيف له الشات موديل بتاعته، وانا هختار اوبن اي اي. فتحنا اوبن اي اي. كل اللي هنعمله ان احنا هنوصل النود دي بالنود دي، الاوبن اي اي بالشات موديل كونفرزيشنال تشين. وكمان طالب مني ميموري، فانا هخش هنا اهوت وهوصل له الميموري. هتلاقي فيه ميموري. انا هستخدم بفر ميموري لانها ميموري سهله وبسيطه. وبعدين هوصلها. بمجرد ما وصلتها انا كده عندي النودز جاهزه، فيما عدا بس ان في شويه انبوت مطلوبين مني. اول انبوت مطلوب مني هنا هو الكريدنشالز بتاعه الاوبن اي اي، ودي بتحط فيها الاوبن اي بي اي بتاعتك. اول ما بتفتح بتقول له كرييت نيو، فبتسميها اي اسم. انا ممكن اسميها اوبن اي بي اي. وبعدين بتروح على اوبن اي اي عشان تجيب الاي بي اي بتاعتك. عشان تفتح وتجيب الاوبن اي بي اي بتاعتك، اوبن اي بي اي بتاعتك، كل اللي انت تحتاج تعمله ان انت تخش على platform.openapi اسف openai.com. هسيب لكم اللينك بتاعها في الكومنت. API keys. وممكن كمان تدور عليها من على جوجل. هتعمل create new secret keyword وهتكتب هنا هو هسميها open AI API، وهقول له create new secret key. هيديني السيكريت كي بتاعي اللي ممكن استخدمه بعد كده في open AI في فلووايز. انا اسف. مجرد ما هنخش على فلووايز مره تاني، انا عملت كل البروسيس ديت وسيفتها، فانا هستخدمها على طول بشكل مباشر. اخر حاجه هعملها هنا اهوت قبل ما ابتدي الشات مع الموديل بتاعي هو ان انا لازم اسيف، وهسميه هنا اهوت فيرست شات بوت. من هنا اقدر اقول لك ان انت خلصت اول شات بوت بالذكاء الاصطناعي بكل بساطه. انا لو فتحت الكونفرزيشنال شات هنا وعملت اكسباند للويندو، اقدر اساله مساء الخير، وهيرد عليا بكل سهوله. كم عمرك؟ أنا برمجة حاسوبية ليس لدي عمر بالمعنى التقليدي، لكن يمكنك القول إنني جديد نسبيا، تم تطويري مؤخرا، كيف يمكنني مساعدتك اليوم؟ ده ببساطة أول شات بوت عملناه بالذكاء الاصطناعي. الهدف بقى من كل ده هو إن احنا ناخده ونحطه على ويب سايت، أو إن احنا ناخده على واتساب ماسنجر. وبعد كده لازم نعلمه كمان على الكونتنت بتاعنا، وندربه على البيزنس بتاعنا، ونعرفه البيزنس بتاعنا مواعيد العمل والمنتجات بتاعتنا وتفاصيل المنتجات. بعد ما ندربه على كل الكلام دوت، هنقدر بسهولة جدا ندوس هنا اهو API endpoint، وبعدين بناخد الكود سنيبت ده وبنحطه في الموقع بتاعنا في الهيدر بتاع الموقع بتاعنا بكل بساطة. كل اللي هتعمله انت هتاخد الكود سنيبت ده وهتحطه في الموقع بتاعك. هتلاقيه فتح لك بالظبط شات ويندو بابل هنا. كل اللي هتعمله ان انت هتدوس عليها وتسأله أسئلة مختلفة، وهيرد عليك زي ما انت شايف كده بالظبط. سهولة ازاي تعمل شات بوت بالذكاء الاصطناعي. وده اول فيديو، لسه هنتكلم في الفيديوهات الجاية عن تفاصيل كتير. لسه المشوار قدامنا طويل، تابعونا. انا كنت معاكم هاني جرجس، ودي قناة اي اي بالعربي. استنونا وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو لو عجبكم. شكرا.